تخيل معايا بقى حياتك لما تتخلص من نظرية المحتال، إنك بتصحى كل يوم واثق في نفسك مش خايف من اليوم الجديد، إنك بتدخل الشغل وإنت عارف إنك في المكان الصح، مستحق للمكان ده وقادر على التميز فيه، إنك بتتكلم في الاجتماعات من غير خوف، بتشارك أفكارك بثقة، بتتقدم للفرص الجديدة من غير تردد، إنك بتشوف نفسك زي ما الناس بتشوفك مش أقل من كده، إنك بتنام مرتاح ومش خايف من إن حد يكتشفك بكرة لأنك مش محتال، أنت شخص حقيقي بقدرات حقيقية ونجاحات حقيقية. سيف دلوقتي بيقول لي أنا مش بخاف من العمليات، أنا بتحمس لها. انا عارف اني دكتور كويس وان اللي بعمله ده نتاج سنين تعب وتعلم واجتهاد. ادم بيقول لي انا مش بخاف من الاكواد الجديده، انا بتحدى نفسي بيها. انا عارف اني مبرمج حقيقي وان كل خطا بعمله هو جزء من رحله التعلم. نهى بتقول لي انا مش بخاف من القرارات، انا بثق في حكمي، انا عارفه اني قادره على التعلم وان كل قرار هو خطوه لقدام. بس مش هتكون رحله سهله، وانا مش هكدب عليك، هتواجه تحديات حقيقيه، هتلاقي الصوت الداخلي بيقاوم، هيقول لك انت بتضحك على نفسك، انت لسه نفس الشخص، وده طبيعي لان الدماغ بيحب الثبات حتى لو كان الثبات ده مؤذي. هتلاقي الناس اللي حواليك مش متعودين على الثقه الجديده بتاعتك دي، ممكن حد يقولك انت اتغيرت او انت بتتصنع، وده برضو طبيعي لان الناس بتخاف من التغيير. هتلاقي مواقف تخليك تشك في نفسك تاني، تخليك تقول اكيد انا كنت بضحك على نفسي، وده اصعب تحدي لان الشك بيجي في اصعب اللحظات. بس انا هقولك الحقيقه، كل ده جزء من الرحله وكل ده هيعدي. المهم انك تفتكر ان مش كل صوت في دماغك هو صوت الحقيقه، وان مش كل شك هو دليل على انك فاشل.